هالو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده رايحة المتحف المصري الكبير، وحبيت ان انا اصور فلوج بسيط كده واخدكم معايا واوريكم الحاجات اللي انا شفتها هناك. اول حاجة لفتت انتباهي اول ما دخلت هو وسع المكان، وكمان لفت انتباهي المسلة المعلقة الموجودة هناك، وهي اول مسلة معلقة على مستوى العالم، وهبقى احكي لكم قصتها في فيديو تاني. مدخل المتحف كبير قوي ومبهر قوي بالنسبة لي، وخصوصا شكل البوابة من بره اللي على شكل الاهرامات. أول ما دخلت البهو الرئيسي لفت انتباهي التمثال الكبير أوي ده، وهو تمثال رمسيس التاني. بعد ما دخلنا سلمونا سماعات علشان في حد هيمشي معانا ويشرح لنا كل حاجة وكل قطعة موجودة في المتحف. بعد ما اتمشينا شوية في البهو الرئيسي والبنت قعدت تشرح لنا عن المكان وعن كل قطعة، طلعنا على الدرج العظيم، وهو سلالم كتيرة قوي مكونة تقريبا من 105 سلمة. وفي برضه سلالم كهربائية للي مش قادر يطلع. طلعناهم طبعا كلهم سلمة سلمة على رجلينا، علشان كان بيتشرح لنا كل تمثال وكل قطعة عبارة عن ايه بالظبط وتاريخها ايه. وفي تماثيل كتيرة قوي هناك، من أبرزها تمثال خفرع ومنقورع وإخناتون. واللي لفت نظري هناك ان مش بس في تماثيل، لأ ده كمان في أعمدة وشكلها أعمدة من معابد كانت موجودة زمان. وبرغم عددنا الكبير إلا إن عشان وسع المكان مش باين العدد ده كله، وبرغم برضو إن في أكتر من تور جايد كل واحد بلغة مختلفة، إلا إن ما كانش فيه دوشة قوي في المكان، وكنا كلنا سامعين وقادرين نفهم سبب السماعات اللي كنا لابسينها. وبالرغم من عدد التماثيل المهول وعدد القطع الأثرية الكبيرة، إلا إن هما كاتبين تفاصيل ومعلومات عن كل حاجة موجودة هناك.
وبعد ما طلعنا عدد سلالم مهولة، أول ما طلعت اتفاجئت بالمنظر ده، بانوراما كبيرة إزاز كده كبير وبيطل على الأهرامات ال3 وبجد كان شكلهم حلو أوي. وجهة نظري بقى عن المكان إن الجولة كانت تحفة والمكان حلو جدًا وممكن ناخد فيه صور كتير، ده غير المعلومات المهولة اللي إحنا أخدناها، بس هيبقى أحلى وأحلى لما يتفتح افتتاح كامل، وده لإن أغلب القاعات لسه ما اتفتحتش. وبكده يكون الفلوج بتاعي خلص النهاردة، يا رب يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فلوج وفيديو جديد.